السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. برحب فيكم من جديد وبرحب بكل متابعي القناة. وصفة اليوم هي للشباب العزابية وللصبايا اللي ما عندهم خبرة كافية بالطبخ. رح أقدم لكم البامة السورية بلمسات طبعا حلبية. تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير البامة رح نحتاج 3 أكياس بامة متلجة. كل كيس تقريبا 400 جرام. أنا عم بستخدم هذا النوع من البامة المفرزة. طبعا في أنواع كتير موجودة بالسوق، وفي كمان البامة الخضراء، بس أنا جربتها مرة أو مرتين حسيتها خشنة شوي وما بتستوي بسرعة. ففضلت أنه أخذ المجمدة. رح نحتاج كمان 4 فصوص مطحونين، و4 فصوص مقطعين لشرايح، وبصلتين كبار مفرومين لجوانح. بالنسبة للحمة أنا عم بستخدم 300 جرام لحمة مفرومة، وفينا كمان نستخدم لحمة مقطعة، و200 جرام دهنة، وبدنا كمان 5 معالق كبار معجون الطماطم، وربع كاسة زيت زيتون، وطبعا معلقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، وربع كاسة كمان زبدة سائلة. ورح نحتاج كمان معاه بهار مشكل حوالي معلقة كبيرة. وبدي استخدم معها مرقة عظام. انا عندي عظام سلقتهم، رح استخدم بس المرقة وحطها مع البامية، رح تعطيها نكهة كتير طيبة ومميزة. رح نجيب طنجرة غميقة ونحط فيها زيت الزيتون، رح نضيف لها الزبدة السائلة. في منهم طبعا بحبوا يستخدموا سمنة بدل الزبدة وزيت الزيتون، هذا الشي بيرجع لإلكن. رح نضيف البصل المقطع لشرحات رفيعة. رح نضيف الثوم ونقليهم كلهم مع بعض. بعد ما دبل عندي البصل والثوم رح نضيف لهم الكبابة، ورح نضل نقليها لحتى تستوي معنا. رح نضيف البهار المشكل والملح، ومنحرك الكبابة لحتى تستوي تماما. بعد ما استوت عندي الكبابة رح ضيف البامة. أنا سبق وطلعتها من الأكياس وغسلتها منيح 3-4 مرات وصفيتها، وبعدين بلشت أقليها مع الكبابة والبصل. رح نقليها تقليبتين 3، وبعدين رح نضيف لها مرقة اللحم، وبعدها بنضيف معجون الطماطم. طبعا بالنسبة لمعجون الطماطم أنا ضفت حوالي 5 معالق بالبداية، وبعدين ضفتهم معلقتين كبار، وانتوا فيكن تقدروا حسب معجون الطماطم المتوفر عندكن. وهلأ ضفت لهم تقريبا نص كاسة سكر ومعلقة كبيرة ملح الليمون. طبعا بالنسبة للسكر هذا الشي اختياري. نحن بمدينة حلب الأغلبية بضيفوا السكر بيعطي نكهة كتير طيبة للبامة، على مبدأ السويت اند ساور، يعني حامض وحلو. فيكن تجربوها وتحطوا مثلا كمية بسيطة، معلقتين سكر أو أكتر، هذا الشي بيرجع لكم. رح نترك البامة تغلي حوالي ساعة ونص أو ساعتين. قبل ما تستوي عندي البامية رح نبلش بتحضير الرز. أنا عم بستخدم هذا النوع من الرز متوفر بالسوق. رح ننقع حوالي كاستين 2 كاس رز بالمي الفاترة،
بالنسبة لنقع الرز لازم نغسله 3 4 5 مرات لبين ما تصير عندي المي تبعت الرز لونها شفافة، وبعدين بتركه ينتقع حوالي 30 دقيقة. بعد ما نقعت الرز حوالي نص ساعة صار عندي بهالشكل هاد، رح صفيه من المي، وبعدين بحط حوالي معلقتين زيت زيتون ومعلقة زبدة سائلة، رح ضيف الرز لإلن اللي سبق وصفيته منيح من المي، وبدي أقليه حوالي دقيقتين 3 مع الزبدة وزيت الزيتون. راح أضيف له المي. بالنسبة لكمية المي كل كاسة رز بتاخد كاستين مي. طبعا المي لازم تكون مغلية. أنا عملت كاستين رز يعني راح أضيف لهم 4 كاسات مي مغلية. بحرك المي والرز كتير منيح، وبعدين راح نضيف لهم الملح حسب الرغبة، وراح أضيف لهم كمان معلقة مرقة خضار. رح نغطي الرز وبنحطه على نار هادية، وبنتركه تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، وأول ما تنشف المي بنطفي تحت الرز وبنغطيه عشان يكمل سواه بالبخار تبعه. إذا اتبعتوا هاي الطريقة بمساواة الرز رح يطلع معكم الرز ناجح مثل ما لكم شايفين، ورزات مفلفلين مالهم ملزقين ببعضهم ومستوي كمان. وهي البامية بعد تقريبا ما غلت ساعة ونص استوت عندي تماما، وكمان المرقة تبعيتها تعقدت. في ناس بحبوا ياكلوا البامية بالخبزة، وفي ناس بحبوا ياكلوا جنبها الرز. وهيك صارت طبختنا لليوم جاهزة أعزائي المشاهدين، بتمنى إنه تنال إعجابكم. هات هو الرز، شايفين كيف طالع مفلفل، والبامي جنبه. طبعا بيتاكل جنبهم بصل أخضر وفليفلة خضراء. بتمنى انكم تجربوا الطريقة اللي انا عملتها فيها، وتعطوني رأيكم بالتعليقات. واذا بتحبوا كمان تشوفوا طبخات تانية على قناتي اكتبولي بالتعليقات. بشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.